ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل كيكه الموز. طبعا لو عندك اي موز بيكون استوى وغير كده من لونه ما ترموهوش، هنستخدمه في الكيكه ديت وهتكون وصفه كده ممتازه معاكي. طبعا الكيكه بتكون هشه جدا وهيحبوها اطفالك لان بيكون فيها موز كده وشوكولاته هيحبوها جدا وهيطلبوا منك دايما انك انت تعمليها. فيلا بينا نشوف الطريقه ونسمي الله. اول حاجة كده بيكون معايا 5 اصابع من الموز المستويين، استخدمت هنا 4 بس. وهشيل صابع كده هبتدي ازين بيه الكيكة من فوق، ههرسهم كده بالهراسة بالشكل ده لحد ما ينعم كده معايا. وبيكون معايا كده بيضتين وكيس كده من الفانيليا ونص كده كوباية من اللبن الرايب، طبعا ممكن نستخدم لبن عادي، ونص كوباية كده من السكر، ونص كده كوباية من الزيت. وهبتدي اضرب كل ده مع بعضه لحد ما الخليط يتجانس كده مع بعضه ونضرب كويس. بعد كده ما خلصت هنزل كده بالموز اللي احنا نعمناه معانا، وهبتدي اديله بس ضربة كده في الاول لحد برضو ما يتجانس كده معايا. هبتدي بقى انزل كده بكوباية كده ونص من الدقيق، وكيس كيك شيف او كيس بودر، ورشة كده من الملح ومعلقة كده من القرفة تكون صغيرة. وهبتدي بقى اخلطهم كده مع بعض بالمضرب اليدوي العادي. لو اي دقيق بره كده على البولة هبتدي انزله كده بالاسباتيولا وارجع تاني اعيد ضربه. هنزل بقى كده في الخليط كده بخليط الكيك في القالب معانا بالشكل ده. جبت هنا بقى صابع الموز هو بيكون مستوي فشايلاه بقى كده بالراحة. هبتدي ازينه كده من فوق، وهبتدي بقى احط شوكولاتة شيبس كده من فوق بالشكل ده برضو، وقطع كده من الشوكولاتة انا مقطعاه كده قطع صغيرة، اي نوع شوكولاتة انتوا بتحبوه. هبتدي بس ازينه كده من على الوش، وهدخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180، هتقعد معايا 45 دقيقة على حسب نوع الفرن، وهتطلع بالشكل ده معانا. هبتدي بقى اشيل كده منها ورقة الزبدة. طبعا الموز نزل لتحت شوية علشان الكيكة يعني ارتفعت معايا في الفرن، فالموز مش باين. زينتها كده بخطوط كده من الشوكولاتة، ورشيت عليها كده رشة من السوداني المجروش، وهتطلع معانا بالشكل ده. بجد هيحبوها جدا. ابتديت بقى اقطعها، هي بتكون هشة جدا معايا، وده بيكون شكلها. والموز اهوت هو والشوكولاتة يدي شكل حلو وطعم احلى كمان. بعد التقطيع بتكون هشة بالشكل ده. وبس كده، بتمنى بقى تجربوها. ما تنسوش بقى الفولو واللايك والشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.